كل الدهون حلها عن طريق الدايت والرياضة. في نفس الوقت مش كل الدهون هنقدر نتخلص منها عن طريق عملية شفط الدهون. طب امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي؟ السمنة عندنا بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول اللي هو السمنة المفرطة، الجسم كله بيبقى مليان، فدي بيبقى حلها عن طريق 3 حاجات. الحل الأول عن طريق الدايت، وممكن تبقى مصحوبة بالرياضة. لو الاتنين دول ما جابوش النتيجة اللي احنا عايزينها بنضطر نلجأ لعمليات أو جراحات السمنة. النوع الثاني من السمنة هو السمنة الموضعية. السمنة الموضعية عبارة عن إن الدهون بتبقى كثافتها عالية في جزء معين من الجسم، وبقية الجسم بتبقى كثافة الدهون في المعدل الطبيعي. دي بيبقى أحسن حل ليها هو عملية شفط الدهون، وممكن الدهون اللي بنشفطها دي بيتم إعادة حقنها. ومن أشهر الأمثلة عملية تنسيق القوام بالنسبة للسيدات، وعملية نحت الجسم، نحت عضلات البطن والصدر بالنسبة للرجال.